نوضو حيدو عليكم العكس وصوبوا هاد الفقيقسات مالحين اسهل ما يكون. السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم وصفه جديده واقتراح جديد. يلا ندوزو للمقادير وبالطريقه التحضير. ناخذ كسعه نوضعوا فيها واحد 2 بيضات، ربعه ديال الزبده ديال التوراق، 2 ديال الفرماج مربع، 2 ديال الفرماج مثلث، واحد ياغورت طبيعي، ساشي ديال الخميره حمراء 8 غرام، 2 معالق كبار ديال الموطارد الخردل، و150 غرام ديال الزيت، معلقه صغيره ديال الابزار والملح والصلصه حاره اللي بغى يضيفها، اللي ما بغاش بلاش. ونضيفوا معلقه كبيره ديال الخل. نخلطوا المكونات مزيان حتى تندمج مع بعضياتها، ثم غنضيفوا الدقيق اللي ديجا غربلته، غنضيفوا تقريبا 5 الكيسان ونص الدقيق الابيض ديال الحلويات. العجينه ديالنا ترتاح، ومن بعد شكلتها على 5 ديال الكرات. كل كره غنسموها بالمنسبات اللي غنقول لكم دابا. وحده درت ليها الزعتر، وحده درت ليها الفرماج وكنجمعها، وحده درت ليها صوص طوماط وزدت فيها شويه تحميره، وحده درت ليها بودره الثومه وبودره البصله، وحده درت ليها صلصه حاره وشويه ديال الموطارد. وانتم كيبقى لكم الاختيار في تنسيم هاد المملحات او المقرمشات. هنا خديت ورق الزبده او ورق ديال الفرن، درته على البوطاجي، فيه طلقت العجينه ديالي وشكلتها وكنحطها في لاطه. كتجيني ساهله، يعني عمليه ومختصره الوقت. الكره الاولى درت اشرطه كما كتشوفوا معايا على شكل طولي، ساليت الاشرطه ديالي. خديت بيضه صفر بيضه ودهنت بها الوجه ديال هاد المملحات. الكره الاولى رشيت عليها الفرماج، وانتم كيبقى لكم الاختيار، يعني خذوا اقتراحات من عندكم. انا وريتكم اللي درت وانتم ابدعوا. والكره الثانيه رشيت البافو. خديت واحد الكره طلقتها بدلاك، وخديت الغلاقه ديال القرعه ديال الزيت وشكلت بها على شكل فقيقسات، على شكل دوائر.
هنايا درت على شكل بابيون. نخلوهم الفران يكون سخون ونخليهم ياخذوا وقتهم في الطياب. هاد المملحات غتصنعوها يوميا من الجمال ديالها وسهولتها واللذة ديالها. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، واللي كيدخل اول مره لقناتي ما ينساش لايك وزر الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلك ديما الجديد من عند عالم حنان وشي دعوه ديال الخير. تحياتي لكم، الى فيديو اخر باذن الله، مع السلامه.